الفيديو ده رسالة لأي حد زعلان على حاجة راحت منه. تخيل معايا انك راكب عربيتك وماشي في طريق منور وواسع ومبسوط بقى، وفجأة الجي بي اس يقول لك اكسر يمين فورا. بتبص يمين لقيت الطريق مظلم ومكسر، فطبعا انت بتتضايق وقتها وممكن تعند وتمشي في الطريق المنور وتقول الجي بي اس ده بايظ. بس الحقيقة اللي الجي بي اس شايفها من فوق وانت مش شايفها ان الطريق المنور اللي انت مبسوط بيه ده في اخره في جسر واقع، لو كنت كملت فيه هتموت. في حياتنا بقى في ابواب كتير بتتقفل في وشنا فجأة كده، علاقة بقى بتنتهي، وظيفة بتترفض فيها، او حتى حلم بيضيع. ساعتها بقى بنحس يعني بكسرة نفس كده وبنقول ليه بيحصل معايا كده؟ بس الحقيقة ان المنع ده ما كانش حرمان، ده كان اكبر عملية انقاذ ليك. ربنا شايف الفيلم من اوله لاخره، وشايف الحاجات اللي كانت هتوقعك في المستقبل المستخبية ورا الباب اللي اتقفل ده. فبطل تخبط على باب ايدك باظت من كتر التخبيط عليه، باب اتقفل بطل تخبط عليه كتير، وخد نفس كده وقول انا لا ادري هو يدري. ربنا عالم وعارف، فانت طريق اتقفل سيبك منه، ابحث على طريق تاني، ما تبطلش سعي. بس الفكرة كلها انك تسعى بذكاء، انك ما تروحش تلاقي نفسك قدام حيطة تمشي وتروح مخبوط في الحيطة وترجع تاني وتمشي وتروح مخبوط في نفس الحيطة وتفكر ان ده سعي. لا، لما تلاقي باب اتقفل في طريقك وانت ماشي افهم بقى ان هو كده مالكش نصيب فيه. حتى لو انت كان نفسك فيه، لو نفسك تكمل في الطريق ده، افهم الرسالة واعرف ان في طرق كتير ممكن تخبط عليها. ساعات ربنا بيبقى عايز يوجهنا فبيقفل لنا طريق علشان احنا نروح نخبط على طريق تاني. خد بالك، اقول لك على حاجة، اول ما يتقفل معاك طريق او تتحط في مشكلة اعرف ان ربنا مش سايبك. ربنا حاطط لك كل اللي انت محتاجه حوالين منك، كل اللي يخرجك من اللي انت فيه ده موجود حوالين منك، بس انت ما انتش شايفه. انت باصص على اللي مش عندك، باصص على اللي ناقصك. لو ركزت على اللي حواليك واللي في ايدك هتلاقي الحل، صدقني.